ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا المرة دي عبارة عن وصفة مكرونة سهلة وسريعة، في ربع ساعة بالظبط هتكون خلصانة، وبتطلع مفلفلة وجميلة وبسيطة قوي، واي يعني ممكن تقوموا تعملوها دلوقتي، مش تاخد منكم وقت خالص. وما فيهاش اي مكونات صعبة. اول حاجة عندي حلة فيها زيت سخن، ربع كوباية زيت كده، وهنزل بنص كيس المكرونة بتاعي. هو كيس اللي هو كيلو ده. هنزل بنصه مش كله. عايزين تعملوا كل الكيس يعني عادي براحتكم طبعا. ولكن كل ما يعني نص كيس ده انا استخدمت له حله كده. وسط، لان احنا مش هنسلق المكرونه، فعايزين المكرونه تاخد راحتها جوه الحله وتتحمر كويس. هبدا اقلب بقى فيها كده لغايه ما تتحمر كويس خالص، يبقى معظمها كده اخد لون ذهبي، مش لازم كلها. لا، معظمها يعني اغلبيتها تلاقيها اتحولت لون ذهبي، هوريكم بعدين يعني قصدي ايه. مهم فنستخدم حلة تكون المكرونة مرتاحة فيها، ما تكونش ضيقة فالمكرونة تعجن مننا، ما تبقاش واخدة راحتها في التحمير. بس وهنقلب كده بقى من حين لآخر. وبعدين هضيف بقى المرقة بتاعتي. استخدمت مرقة دجاج أو مرقة لحمة المتاح في البيت يعني. حطيت كده مكعبين مرقة. بعد كده هضيف الملح. ضفت 3 معالق صغيرين من الملح. بعد كده هضيف فلفل اسود، ضفت معلقة صغيرة برضو من الفلفل الاسود. وبس كده، مش هنضيف اي حاجة تاني. هبدأ بعد كده اقلب بقى التوابل دي او الحاجات اللي حطيناها دي يعني مع المكرونة كويس خالص. هتلاقوا المرقة اختفت اصلا مع السخونة وكده. اهم حاجة بس نقلب كويس عشان كل النكهة توصل لكل المكرونة. بصوا يعني هي مش باينة في الكاميرا، بس هي معظم المكرونة عن يعني بقى لونها ذهبي. حلو خالص. تطلع طعمها بجد جميل قوي، وزي ما قلت وبجد يا رب تجربوها يعني وتعجبكم. اهم حاجة نقلب بس باستمرار كده من حين لآخر، بشكل مستمر يعني الى حد ما، عشان المكرونة ما تتحرقش مننا لازم نقلب بشكل مستمر. بعد كده هنا بصوا يعني انا هحاول اوريكم ان هي معظمها بقى لونه ذهبي. وبصوا يعني هي الكاميرا برضو مش مبينة للأسف، مع الإضاءة وكده مش باينة، بس على الحقيقة هتعرفوها يعني، تلاقوا ان معظم العقل الصغيرة دي بقت لونها ذهبي. مش لازم نوصل المكرونة كلها للون الذهبي، لا، بس يبقى أغلبيتها كده يعني. كده احنا ظبطنا المكرونة وحمرناها وتبل يعني حطينا لها التوابل والبهارات وكده. بس بعد كده بقى هننزل بالمية المغلية. انا بضيف مية مغلية من ال البويلر، لحد ما بس اغطي وش المكرونة كده زي ما انتم شايفين. بصوا يعني بس ايه لحد ما المكرونة تتغطى كده زي ما انتم شايفين كده، واقلب ادي تقليبة وبس، وازود سنة صغيرة كده، بس ايه لحد ما تغطي بس كده الوش بتاع المكرونة بس، وما نزودش عن كده. يعني زي ما انتم شايفين كده. بصوا يعني نسبة المية قد ايه، يا دوبك بس ايه تغطي الوش بتاع المكرونة. وبعد كده هغطيها واسيبها على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة، ما تكتروش عن كده. وهتطلع جميلة جدا معاكم، ويا رب تكون وصفة كانت بسيطة وسهلة وسريعة. وشكرا جدا لمشاهدتكم ومتابعتكم.